كمان جاي لنا سؤال برضو تاني بيتكلم على فكرة الهجر. يعني انا بنتي اللي عندها 27 يوم دول اللي ما شافتش ابوها، ده هيأثر عليها منتلي ولا لا؟ برضو الاجابة ان انا ما اعرفش، ولكن معظم الابحاث اللي بتمشي في الحتة دي بتتكلم على انه رسائل الرفض ممكن تصل للولاد من اول ما كان الولد او البنت ده فكرة في دماغ الاب والام. بمعنى هل هو مقبول من حيث الجنس ولا لأ؟ هل هو مقبول من حيث التوقيت ولا لأ؟ العلاقة الزوجية بين الأب والأم ماشية كويس ولا فيها خناقات كتير؟ هل وقت الحمل الأم تعرضت لضغط عصبي، تعرضت لصدمات، تعرضت حتى الأدوية أو كانت بتاخد مخدرات؟ تمام. كل هذه الأشياء ممكن توصل رسائل رفض للجنين من وقت ما يكون في بطن والدته. ولكن ناخد بالنا انه بعد الميلاد في حاجات كتير بتتحكم في هذه الرسائل، زي هل رسائل الرفض مستمرة ولا لا؟ ايه الطريقة اللي الاب والام بيتبعوها في التربية؟ تمام. هل في احد من الطرفين بدأ يقبل الوضع الجديد، او اصلا كان في حد من الطرفين قابل فكرة الحمل وقابل فكرة البيبي؟ طب يتعاملوا معاه ازاي؟ ما هي الجيناتكس او ما هي العوامل الجينية التي تؤثر في انتقال الأمراض الوراثية، أو حتى في استعدادية الطفل ده إنه يكون عنده أمراض وراثية؟ وأخيرا وليس آخرا، لا ننسى أن هذا الطفل هو كيان، هو ذات تكبر مع الوقت وله قرار. فقرار أنا هتأثر ولا مش هتأثر جزء منه القرار الفردي أو الذاتية الفردية.